تصميم التيشيرت الثالث للنادي الاهلي من اديداس غالبا هيبقى التصميم دوت باللون الذهبي. كل اهلاوي جدع دوس لايك، اللايك مش بيشك، واعمل اشتراك وفولو على التيك توك. التصميم مش غريب بالنسبه لي، مش مبهر، لان شفت محمد الشناوي لابسه بس على اللون اللبني. لو نلاحظ كده ده التيشيرت ده الشناوي بيلبس زيه بس يبقى لونه تركواز او لبني. التجزيع اللي فيه او النقشه اللي فيه ديت هي نفس النقشه. اللون الذهبي حلو كلون. هو برضو بيعبر عن النسر بتاعنا، لان النسر بتاعنا اساسا هو ذهبي او متحدد بالذهبي كده. الاهلي لبس اللون ده قبل كده برضو من بوما. كان في مره كده بوما عملت لنا تيشيرت بس كان تيشيرت تدريبات. كلون كويس، لكن يعني ما فيش اضافه، لانه يعتبر زي التيشيرت اللي هو بتاع حارس المرمى ده ان صح اساسا يعني. لو كان هو دوت التيشيرت بتاع النادي الاهلي او ده التصميم التالت. لكن عموما هي سنه استثنائيه. عارفين ان احنا السنه اللي جايه هيبقى كلام احسن. ممكن يبقى تصميم. ما تصورش دي اديداس تدينا تصميم خاص، لكن هتدينا تصميم من التصميمات الحديثه. يعني قلنا ارسنال بيلبس هو نفس التصميم بتاع مانشستر، بيلبس هو نفس التصميم بتاع ريال مدريد. الثلاثه بياقه، الثلاثه نفس الشكل غالبا، باستثناءات يعني بسيطه او اختلافات بسيطه مع كل نادي. وبالتالي يعني هناخد حاجه احسن السنه الجايه. لكن عموما لو هو دوت التصميم برضو مش وحش. يعني احنا بعد الهوجه بتاعت التيشيرتات، جمهور النادي الاهلي خلاص يعني بقى بالنسبه له الانتصارات هي اهم حاجه. طالما الانتصارات شغاله والحمد لله، مش هتفرق معانا بقى اي تيشيرت ان شاء الله من العتبه. لكن طبعا هي بتعلي في الايمج بتاعت النادي، وبتعلي يعني القيمه بتاعت النادي. وفي نفس الوقت يعني هي اديداس وبالشكل دوت برضو حاجه حلوه. يعني ده اصلا ان صح، لان ممكن يكون مش هو دوت التصميم، او مش هو دوت التيشيرت. ولكن انا يعني حاسس ان هو لا، ممكن يكون دوت وهو الاقرب، لان زي ما بقول لكم احنا شفنا الشناوي لابس حاجه زي كده. بس كده بشكركم، وان شاء الله نتقابل في حلقات جديده.